بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانتم طيبين. احنا طبعا كل فتره كده بنطل عليكم من مكان شكل، فحبينا بمناسبه ان الدراسه ان شاء الله هتبدا الايام اللي جايه، فحبينا نطلع نكلمكم من اعلى مكان في راس البر. بصراحه المنظر هنا عايزكم كلكم، فاتمنى ان انتم تكونوا موجودين وكل سنه وانتم طيبين وانا عايز الناس ما تخافش من راس البر. راس البر الحمد لله امنه، وراس البر زي ما انتم شايفين كده الناس موجودين وبسم الله يعني. انا مش عارف بصراحه، طبعا هما بيبصوا طبعا على واحد اخد حبيبته قاعد تحت، طبعا ده الطبيعي يعني. فالمنظر هنا طبعا مش قادر اقول لكم. استاذ محمد الجندي طبعا بعد الحادثه اللي عملها، طبعا اتفضل يا استاذ محمد. طبعا يعني قول لنا طبعا بعد حادثه العربيه والعربيه رجعت الحمد لله يعني، بسم الله قول الرحمن كلمه طبعا الرحيم. بمناسبه دخول العام الدراسي. بمناسبة دخول العام الدراسي أنا بحب أقول للناس كلها كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب يكون عام دراسي سعيد عليكم، ما يكونش في أي مشاكل في الدراسة سواء في كل المراحل. وطبعا دي يمكن أول خروجة ليا النهاردة من بعد وقوع الحادث اللي تم من خلال يعني حوالي من 6 أيام. وطبعا اتجمع كل أصدقائي النهاردة، أستاذ علي الشام وأستاذ هشام وأستاذ عمرو وأستاذ الموجي، واتجمعنا النهارده سوا عشان نشوفكم ونشوف الناس الجميله ونشوف اجمل مكان في راس البر من اعلى فندق موجود في راس البر. بصراحه منظر يعني قمه في الابداع. يا ريت كل الناس يمكن تيجي هنا تشوف المنظر ده او تشوف الدنيا هنا كلها من فوق، لها وضع تاني وشكل جميل شكل رائع. وبتمنى من الله عز وجل انه يوفق الجميع في العام الدراسي الجديد. ومش عايزين ننسى محمد طبعا يا جماعه، تدعوا الفاتحه ويا ريت والله كله يدعي لابو ادم لصديقي- محمد رافض اللي توفى في صديق الحادثه عمري مع كان- محمد. كان صديق عمري، كان معايا في الحادث، توفاه الله بعد 5 أيام كده من وقوع الحادث. عايزين كلنا ندعي له بالرحمة وربنا يرحمه يا رب ويدخله في سجن جنته. ويجعل مسواك جنه يا ويجعل رب مسواك جنة. ويصبر اهله يا رب. زميلي حامد الموجي، ازيك يا حامد؟ كل سنه وانت طيب والحمد لله على السلامه من العمره يا حموده. قول لي احساسك ايه كده يا حامد وانت في العمره كده الحمد لله، دعت للمسلمين ودعت مصر يتولاها رئيس كويس باذن الله. بس ما يكونش من حزب النور يا حامد. كنت لا، من حزب لازم النور. يكون مسلم يتقي الله في الشعب وفي الناس الغلابه اللي معلش لا تاكل عليه، الناس متبهدله. وعام دراسي سعيد باذن الله وربنا يكرم الجميع والحمد لله. حاسس يا حامد اللي انت عايز تقول حاجه لحد معين يا حامد، الدمات كلها تشوفك. الحمد لله. فلو انت أهم- عايز توجه حاجه لحد معين يا حامد يعني. لا، انا اهم حاجه عندي ان احنا في الصحبه حلوه وربنا يرضى عننا جميعا ويولي البلد لمن يصلح، يخلي باله من الناس الغلابه الناس المتبهدله عليه. انت الحمد لله بتجري وبتسعى وبتقدم الحقيقه انت والفريق اللي معاك. مش انا الواحد طبعا، استاذ هشام القشاوي أستاذ هشام والمصور والأستاذ الصحفي رمضان اللي كله. واقف بيصورنا يعني. مش قادر اقول لكم عشان الفيديو ده يطلع هيطلع ازاي يعني. فالحمد لله. ورسالة انا رحت العمره، مش عايز حد يظلم حد، ده اللي انا عايز اوصله. انا اتظلمت، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمنا، اشوف في يوم باذن الله. يكفي يا حامد كده، يكفي اللي انت وقفت قدام الكعبه وقلت حسبي الله ودعاء ونعم الوكيل. ونعم الوكيل. والحمد لله احنا جينا وقت تاني، انا مع صحبه كويسه الحمد لله. الحمد لله. وتحياتنا كلها للشعب المصري والشعب دمياط، ويا ريت كله يجي يشوف راس البر وربنا يكرمنا جميعا. يا رب ان شاء الله. وطبعا دي دعوه للناس تيجي في اجازه العيد طبعا، اللي ما جتش راس البر. وكله يدعي لمحمد ربنا يرحمه يا رب ويجعل مسواك جنه يا رب العالمين. وكله يفتكر اولاده ربنا يكرمهم وتربهم وربنا يكرمهم يا رب بإذن إن شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل آمين. في اللي عمل في الجنة دي كده. يا رب يا حمد وحقه يجي له ان شاء الله. طبعا ربنا الاستاذ معاك. عمرو البنا، طبعا عمرو ده طبعا نجم مفقود في الصفحه طبعا عندنا يا جماعه. ده واحد من الناس طبعا اللي يعني مش هقدر اقول لكم الفاكهه بتاعت الصفحه طبعا. فتقول ايه يا عمرو بمناسبه العام الدراسي بقول للجميع كل سنة وهم طيبين، وبشكر طبعا أصحابي على اليوم الجميل ده، يعني قضينا يوم النهاردة جميل، وعام دراسي جديد إن شاء الله عليكم جميعا. وطبعا بنتهز الفرصة دي وبرضه خالص التعازي لأسرة محمد رأفت، ربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة. وعايز أقول كمان إن يعني السياحة في راس البر ما شاء الله يعني جميلة جدا، وعايز الناس يعني يكفي المنظر ده يا عمرو مذكوره في القران شوف يعني. الجمال متعة يعني بصراحة، يعني راس البر ما شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين وشكرا يعني. وانا عايز اقول لك يا عمرو طبعا زي ما انتم شايفين المنظر يا جماعه، المنظر ده يغني عن كل شيء يعني. المنظر ده
يغني عن كل شيء. وبصراحه انا مش عارف اقول لكم ايه. تمام. فلازم يا جماعه كل المنظر ده احنا ربنا مدينا نعمه محدش حاسس بيها. فيا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله كده، يا رب كده يعني شوف ان السياحه ترجع تاني وراس البر تشتغل تاني. استاذ هشام القشاوي طبعا احنا ما خدناش كيلو من حضرتك يا استاذ هشام. طبعا حضرتك طبعا النجم الخفي بتاعنا طبعا مع الزملاء. استاذ هشام قول لي كده احساسك ايه وانت واقف في يعني في احسن مكان في راس البر. طبعا احنا نعمه مش حاسين بيها، ونفسي ربنا طبعا يكرم راس البر دي والمحافظ الجديد زي ما وعد اللي تتحط على الخريطه السياحيه. قول يا استاذ هشام تقول ايه النهارده طبعا في اليوم الجميل ده. احنا بنقول كل سنه وانتم طيبين كده، وان شاء الله عام دراسي جديد. وبنقول يعني راس البر بسم الله ما شاء الله بلد امنه، وربنا يولي من يصلح. شكرا. طب كلمه يا استاذ هشام لاعضاء الصفحه يعني مش مع اعضاء الصفحه انت بقى. ربنا معانا جميعا يا علي، وربنا يكرمك ويبارك لك انت والنخبه. وتحيه للي هو العرباني والحماده سعد والكل. كلمه يا حمد لاعضاء الصفحه بتاعتنا وزاره الشباب وبنات دمياط طبعا. ربنا يكرمهم ويعينهم وربنا معاهم. صفحه ما شاء الله جميله بتجيب الحدث في وقته، وربنا يعيننا. اللهم استاذ هشام القشاوي نجم التصوير في الصفحه، هتقول ايه لاعضائك وحبايبك اللي بيستنوا صورك من اعلى مكان؟ انا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. بصباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. الادمن عمرو البنا يا جماعه طبعا اللي عاش 30 سنه في فتره حكم الرئيس مبارك. 32 تقول ايه النهارده يا كابتن عمرو النهارده لاعضائك في الصفحه ومعجبينك؟ بقول كل سنة وانتم طيبين. وطبعا الصفحة، أعضاء الصفحة طبعا أشخاص وناس عزيزة على قلبنا طبعا كلنا، ومن تقدم لتقدم وازدهار بإذن الله. ادمن محمد الجنيدي طبعا يا جماعه بعد الاصابات ربنا معاه ربنا يا رب. تقول يا جنيدي النهارده لاعضائك يا جنيدي اللي كانوا بصراحه زعلانين عشانك في الصفحه والله. كل اعضاء صفحه وزاره الشباب وبنات دمياط كل عام وانتم بخير، ويا رب يكون احنا عند حسن ظن الجميع. وطبعا الصفحه دي زي ما احنا بدأناها من الصفر انا وكل الزملاء اللي موجودين معايا في الصفحه، يعني كان كل املنا فيها هو هدف واحد بس، ان احنا نحل مشاكل اي شخص ان شاء الله يكون موجود معانا في المحافظه عنده اي مشكله في اي حاجه. احنا ربنا يقدرنا على حل مشاكل الناس كلها. وفي النهايه المره الثانيه بقول ربنا يرحمك يا صديق عمري محمد رأفت ابو ادم. يا رب. ده بيقولوا الفاتحه يا جماعه كده يا جماعه وادعوا له بالرحمه يا جماعه. خش 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 خش. ربنا يتقبل. يا رب ان شاء الله ربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله يا رب. هتنزل بالليل عليه. بس عشان الضوء.